إن الحديث عن القائد عبد الله أوجلان حديث طويل ومشوق جدا. إن القائد عبد الله أوجلان صاحب نظرية جديدة في الشرق الأوسط، وهي نظرية أخوة الشعوب. إن فلسفته وفكره انتشر حول العالم جميعا، والكل مؤمن بفكره وبفلسفته. وأنا شخصيا أؤمن بفكر القائد عبد الله أوجلان، وأمارس من فكري في حياتي العملية. نحن كنساء جميعا نقدس ونحترم فكر عبد الله أوجلان من ناحية المرأة. أعطاها حقها كاملة في مجتمع كان يسوده الذهنية الذكورية. ولكن للأسف الشديد حاليا القائد عبد الله أوجلان هو سجين في إميرالي وعليه العزلة التامة، رغم أنه أرسل نداء السلام ووقف العمليات الكفاح المسلحة إلى كفاح السياسي، وهذا المهم في هذه المرحلة التاريخية. وتلقت هذا الخبر جميع المنظمات الحقوقية والدولية والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية هذا الخبر بفرح شديد. ولكن للأسف رغم كل ذلك إن الدولة التركية لا زالت تمارس وتواصل العزلة على القائد عبد الله أوجلان. نحن كحقوقيين نطالب الدولة التركية أن تفرج عن القائد عبد الله أوجلان دون شرط ولا قيد، وخاصة بعد يوجد تواصلات بين الدولة التركية والوفد الذي يتواصل مع الطرفين. وفي نفس الوقت نناشد المنظمات الدولية وخاصة منظمة هيئة الأمم المتحدة التي هي معنية بشكل مباشر عن حقوق الإنسان، إن حق عبد الله أوجلان أن يخرج من سجن إميرالي، وخاصة بعدما أتم العام فوق 70، وهذا قانون دولي يطبق في جميع دول العالم بالنسبة للعمر. نحن لا نعرف ما هو السبب من الدولة التركية حتى الآن لم تفرج عن القائد عبد الله أوجلان وأن تخرجه من سجن إميرالي، وهذا يعد ضد حقوق الإنسان كاملة. وأن نعلو صوتنا عاليا ونناشد الجميع أن يقف بجانب القائد عبد الله أوجلان صاحب النظرية الخاصة والذي طبقت في الإدارة الذاتية أخوة الشعوب، وإعطاء للمرأة كامل حقوقها في روجافا وإقليم شمال شرق سوريا، أن يعلو أصواتهم جميعا إفراج عن القائد عبد الله أوجلان من سجن الإميرالي. القائد عبد الله أوجلان نادى بحرية المرأة، إن المرأة حرية حياة جنجيا، المرأة حياة حرية. يقع على عاتقنا جميعا من هما في داخل الإدارة الذاتية أو خارج الإدارة الذاتية المرأة أن تدافع عن القائد عبد الله أوجلان بكل ثقة وإيمان، لأن بفترة الذي نادى بها بحقوق المرأة وبحرية المرأة كانت المرأة تحت قيد الذهنية الذكورية. لذلك أطالب الجميع من النساء أن يعلو صوتها من خلال الندوات، من خلال مؤتمرات، من خلال مظاهرات سلمية بإفراج عن القائد عبد الله أوجلان.